بيقرر يقضي يوم مع حبيبته في الغابة ولكن بيلاقي نفسه مطارد من شخص ليه عداوة مع والده، وده بيكون اللي قتل والده ووالدته بطريقة وحشية قدامه. يا ترى ايه اللي هيحصل بالظبط؟ ده اللي هنعرفه من خلال أحداث فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا سنة 2022 ببنت بتجري في الغابة وهي خايفة، وبيكون واضح إنها بتهرب من حاجة، وفي الوقت ده بيظهر الشخص اللي بيطاردها وبيخبطها على دماغها. وبعد الأحداث دي ب3 ساعات بنشوف شخص معدي بعربيته من على الطريق السريع اللي بيوصل للغابة، وفجأة بيظهر شخص قدام عربيته، ولما بينزل علشان يشوف لو حصل له حاجة بيلاقي دم على الأرض لكن ما بيلاقيش أي حد في المكان. ومرة واحدة باب عربيته بيتقفل لوحده وبيظهر حد وراه وبيضربه على دماغه. وقبلها بيومين بنشوف بنت اسمها أنجانا وهي بتتكلم مع بهانة صاحبتها وبتقول لها إنها خارجة في رحلة مع كارثي حبيبها لمدة يوم، وبتطلب منها إنها ما تعرفش أي حد. وفي الوقت ده بيدخل كارثي للأوضة وبيسألها وهو غيران بتكلم مين، ولما بيعرف إنها بهانة صاحبتها بيطمن وبياخد التليفون من أنجانا وبيرميه على السرير، وبعدين بياخدها وبينزل. ولما بتسأله ليه ساب التليفون بيقول لها إن الرحلة مدتها 24 ساعة بس ومش حابب إن كل واحد منهم ينشغل في تليفونه، وبيقول لها إن الأفضل يسيبوا التليفونات في البيت علشان يستمتعوا بكل دقيقة هيقضوها مع بعض. وفي الطريق بتعطل العربية منهم، ووقتها بيشوفوا مجموعة شباب خارجين في رحلة على الشط وبينضموا ليهم وهم مبسوطين وبيستمتعوا بوقتهم لحد ما العربية بتتصلح وبياخدوها وبيكملوا طريقهم للمكان اللي كارثي قال لأنجانا عليه إنه هيكون مفاجأة هتحبها. ولما بيوصلوا بتنبهر أنجانا من المكان، وبنلاحظ في الوقت ده إن ده نفس المكان اللي الشخص المجهول كان بيطارد البنت فيه. وبيبدأ كارثي وأنجانا وقتها يستكشفوا المكان وبيروحوا يجمعوا خشب، وبالليل بيقعدوا يتدفوا بيه وهم بيشربوا مع بعض. وبعد كده بنشوفهم نايمين في العربية وبيفوق كارثي في الوقت ده على كابوس، وفي نفس الثانية بتعدي حاجة سريعة من قدام العربية وبتدخل للغابة، وبسبب ده بيصرخ كارثي بصوت عالي وبيتسبب في إن أنجانا بتصحى. ولما بتسأله عن اللي حصل بيقول لها وهو خايف إن العربية مش شغالة، ولما بتفتح أنجانا الشباك بيطلب منها تقفله وهو خايف، وبيقول لها إن في حاجة غريبة بتحصل هنا لكنها ما بتقتنعش بأي حاجة من كلامه، وبتقول له إن العربية مش شغالة لأن في حجر تحت الكاوتش، وبتقرر إنها تنزل تشيله على الرغم من تحذير كارثي ليها. وأول ما بتنزل بتصرخ بصوت عالي والخوف باين على ملامحها، وبيكون واضح إنها شافت حاجة مخيفة. وتاني يوم بنشوف صاحبة الأوضة اللي أنجانا مأجرها منها في اسم الشرطة مع بهانة، وبتقول للمفتش إن أنجانا مختفية من امبارح وتليفونها مقفول. ولما بيسألهم إيه آخر كلام قالته في آخر مرة اتقابلوا فيها، بهانة بتقول له إنها كلمتها امبارح الصبح وقالت لها إنها خارجة في رحلة مع حبيبها لمدة يوم واحد بس، وأكدت عليها إنها ترجع بالليل. وبيكون المفتش رافض ياخد أي إجراءات قانونية، وبيقول لهم إن هي وحبيبها ممكن يكونوا قرروا يقضوا وقت أكبر مع بعض، وبيقول لهم إنها علشان كده لسه ما رجعتش، وبيطلب منهم يرجعوا بعد يومين، ولو ما رجعتش هو هيبدأ يدور عليها وياخد الإجراءات القانونية اللازمة. لكن بعد ما بيعرف إن حبيبها يبقى ابن الوزير السابق بيقرر إنه يهتم بالموضوع ويدور عليهم. وفي نفس الوقت ده بتفوق أنجانا في كهف مخيف، ولما بتشوف كارثي فاقد للوعي جنبها بتحاول تدور على مية في المكان علشان تفوقه، ووقتها بتلاحظ وجود براميل في المكان، ولما بتحاول تنزل واحد منهم على أمل إن في مية بتتصدم لما بتلاقي جثة متحللة، وبتفضل تصرخ بصوت عالي لحد ما بيفوق كارثي على صوتها. ولما بيشوف الهيكل العظمي بيهديها وبيطمنها إن محدش هيقدر يأذيها طول ما هو معاها، وبيفضل وقتها ينادي بصوت عالي وبيطلب المساعدة على أمل إن حد يساعدهم لكن من غير أي فايدة. وفي النهاية بيقعدوا هم منهارين بعد ما بيفقدوا الأمل إنهم يلاقوا مخرج يخرجوا عن طريقه من الكهف. وفي الوقت ده بيروح المفتش مع مساعديه لبيت كارثي كمحاولة لإنهم يلاقوا أي حاجة تساعدهم يعرفوا مكانه، وبيلاقوا هناك تليفونه لكن ما بيستفيدوش منه بأي حاجة. وبعد كده بيقدروا يحددوا نوع العربية اللي كارثي خرج بيها، وبيقرروا إنهم يحاولوا يوصلوا لمكانه عن طريق تتبع العربية من كاميرات المراقبة اللي موجودة في المحلات القريبة من بيته. وعند أنجانا في الوقت ده بيتفتح باب موجود في سقف الكهف المحبوسين فيه، وبينزل منه شخص بيبص لهم وهو بيضحك، وبعد كده بيهجم عليهم وبيضربهم هما الاتنين وبيسيبهم وبيخرج. وبيكون واضح إن الشخص ده مريض نفسي. وفي نفس الوقت ده بيكون المفتش ومساعدينه بيحاولوا يعرفوا الطريق اللي مشي منه عن طريق كاميرات المراقبة. ولما أنجانا بتفوق بتقف على واحد من البراميل وبتحاول تخرج من السقف لكن ما بتطولش برضه، وفي النهاية بتقع من على البرميل. وبيقدر المفتش وقتها يحدد الطريق اللي كارثي مشي منه بمساعدة بنت بتشتغل في البنزينة اللي كارثي مون منها العربية. لكن لما بيروح هناك بيلاقي يافطة مكتوب عليها ممنوع الدخول، وبيقول إن أكيد ما خالفش القوانين ودخل، وبيقرر يرجع لاسم الشرطة مرة تانية. وفي الوقت ده بتقوم أنجانا مرة تانية وبتقدر تخرج من الكهف بمساعدة كارثي وبتساعده هو كمان يخرج. ووقتها بيشوفوا الشخص
اللي خطفهم وهو واقف بيعمل طقوس غريبة وبيحاولوا يهربوا منه من غير ما ياخد باله، لكن في النهاية بيمسكهم وبيرجعهم للكوخ مرة تانية. ووقتها كارثي دماغه بتتخبط في حجر كبير وبينزف كتير لحد ما بيموت. وفي الوقت ده بيفوق مفتش الشرطة على كابوس مخيف، وتاني يوم بيقرر يروح للغابة اللي مكتوب عليها ممنوع الدخول مع مساعديه علشان يدوروا على كارثي وأنجانا. وبتكون أنجانا وقتها بتصرخ بصوت عالي وبتترجى الشخص اللي خاطفها يديها مية وأكل لأنها تعبانة. ووقتها الشخص ده بينزل للكهف وبيبدأ يقرب منها وبيضحك، وبتستغل أنجانا إنه مركز معاها وبتخبطه على دماغه بطوبة، وبتخرج من الكهف وهي بتبص لجثة كارثي بحزن وبتحاول تهرب. لكن في النهاية بتتمسك مرة تانية وبيرجعها الشخص ده للكهف مرة تانية بعد ما بيخليها تفقد الوعي. وبيكون ده نفس المشهد اللي ظهر أول الفيلم للبنت اللي كانت بتحاول تهرب منه. وبيقرر المفتش وقتها إنه يرجع للمدينة مرة تانية ويكمل بحث عنهم. وأول ما بيوصل لبيته بيبدأ يتفرج على الفيديو اللي صوره وهو في طريقه للغابة، وبياخد وقتها باله من وجود إضاءة في مكان معين وسط الغابة، وعلشان كده بياخد سلاحه وبيقرر يروح لهناك لوحده. وأول ما بيوصل بيظهر الشخص فجأة قدام عربيته، ولما بينزل علشان يطمن عليه ما بيلاقيش غير دم على الأرض. وبيتقفل باب العربية وقتها وبيظهر حد وراه وبيخبطه على دماغه. وبعد كده بنشوف صحفية بتتكلم عن الحوادث اللي بتحصل في الغابة بطرق غامضة، وبتقول إن كده في 7 ضحايا مفيش أي أثر ليهم، ومن ضمنهم المفتش سليم اللي لقوا عربيته لكن مفيش أي أثر يدلهم على مكانه. وبتقول إن أول ضحايا الغابة كان مهندس وعيلته، وقدروا يلاقوا جثته هو ومراته لكن ابنهم اختفى. وفي الوقت ده بيفوق المفتش سليم وهو في الكهف، لكن بيكون في مكان مختلف عن اللي أنجانا موجودة فيه. ولما أنجانا بتفوق بتتفاجئ بالشخص اللي خاطفها وهو قاعد بيبص على ملامحها التركيز. وأول ما بيلاحظ خوفها بيفضل يضحك بصوت عالي. وعند رجا مساعد المفتش بيروح في الوقت ده يتكلم مع شخص اسمه رانفير كان على معرفة بالمهندس اللي اتقتل مع عيلته في الغابة، وبيطلب منه يحكي له كل حاجة يعرفها. وفعلا بيحكي له إن الشرطة لما لقت جثة المهندس وعيلته قالوا إنها مجرد حادثة، لكنه كان شايف عكس كده. وبدأ يدور ورا القضية لحد ما عرف إن الوزير جورسي والد كارثي كان هو السبب في موتهم. وبيعرفوا إن الوزير وقتها كان بيتمتع بقوة كبيرة جدا، وده لأن أكبر مافيا في البلد كلها كانت واقفة وراه وبتدعمه مقابل إنه ينفذ لهم كل الجرائم الغير قانونية اللي تطلب منه. وبيعرفوا كمان إن الوزير وقتها كان بيساعد 4 أشخاص في كل حاجة كان بيعملها. وفي يوم قرروا إنهم يستغلوا الغابة اللي موجودة على الطريق الرئيسي ويبيعوا الأشجار اللي فيها لأنها هتكسبهم ملايين. ووقتها المهندس جون اتعين كعضو في مجلس الوزارة، وعلشان جون ومساعدينه يقدروا ينفذوا خطتهم كان لازم جون يوافق على طلبهم بقطع الأشجار، لكنه رفض وقال إن ده مش في مصلحة الدولة. وبعدها حاول الوزير يقنعه بأكتر من طريقة، لكنه فضل مصمم على قراره ورفضه. وعشان كده الوزير ومساعدينه نقلوا لخطتهم التانية وبدأوا يهددوا جون بعيلته. ولما التهديد ما جابش نتيجة الوزير اتكلم معاه وقال له إنه خلاص شال الفكرة من دماغه، لأنه لما فكر في كلامه عرف إن مصلحة الدولة أهم من مصلحته هو. ووقتها جون صدقه وعزمه هو ومساعدينه على حفلة عيد ميلاد فريدي ابنه، واحتفلوا كلهم مع بعض وهم مبسوطين. وبيقول له إن فريدي كان عايش حياة سعيدة مع والده ووالدته، لكن يوم عيد ميلاده وهو راجع معاهم للبيت مساعدين الوزير قطعوا عليهم الطريق عند الغابة اللي كانوا عاوزين ياخدوا الأشجار منها، وتسببوا في إنهم يعملوا حادثة ومات جون في وقتها. لكن مراته كانت لسه عايشة، ولما الوزير شافها خلص عليها من غير رحمة. وبيعرفوا رجا إن فريدي هو الوحيد اللي قدر يهرب وسط الغابة، لكن اختفى وضباط الشرطة ما قدروش يوصلوا لمكانه. وبعد الحادثة دي ب10 سنين واحد من مساعدين جون اتقتل في الغابة بطريقة وحشية، واتقفلت القضية على إنها حادثة. وفي الوقت ده بنكتشف إن فريدي هو نفس الشخص اللي خاطف أنجانا، وبنشوفه وهو بيتكلم مع المفتش سليم وبيقول له إنه ما كانش ينفع يجي لهنا، وبيحكي له إنه لما كان عنده 10 سنين شاف والده ووالدته وهم بيتقتلوا واضطر يعيش لوحده في الغابة وسط الحيوانات المفترسة، لأنه لو كان رجع للمدينة وقتها كان هو كمان هيتقتل. وبيقول له إنه دلوقتي بقى كل هدفه الانتقام، وبيعرفه إنه هيسيبه لوحده هنا علشان يحس بنفس الإحساس اللي حس بيه لما اضطر يعيش كل السنين دي لوحده. وفي الوقت ده بتتفاجئ أنجانا بوجود صور لفريدي في الكهف وهو طفل مع عيلته، وبتشوف شنطة فيها لعبه وهدومه. في نفس الوقت اللي بيكمل رانفير كلامه مع رجا وبيقول له إن بعد قفل قضية قتل مساعد الوزير مساعدينه ال3 اختفوا بطريقة غامضة، وإنهم لقوا عربياتهم في نفس المكان اللي والد ووالدة فريدي اتقتلوا فيه، لكن ما لقوش ليهم أي أثر. وبنعرف إن فريدي هو اللي خلص عليهم، وإن الهياكل اللي كانت في البرميل بتاعتهم. وبيكمل رانفير كلامه وبيعرف رجا إن الوزير بعدها بدأ يخاف وتخلى عن منصبه وهرب لسنغافورة، وإنه حاليا عايش مع بنته هناك. ووقتها رجا بيبدأ يتأكد إن فريدي هو اللي بيعمل كده، وبيعرف إنه خطف كارثي علشان ينتقم منه بدل والده
بعد ما فشل يلاقيه، وبعد ما بيتحرى عن مساعدين الوزير بيعرف إن كلهم اختفوا يوم عيد ميلادهم، وبيفهم إن فريدي اختار ينتقم منهم يوم عيد ميلادهم لأنهم دمروا حياته في يوم عيد ميلاده، وبيقلق على كارثي لما بيعرف إن عيد ميلاده تاني يوم وبيكون فاكر إنه لسه عايش، وعلشان كده بيروح لمدير اسم الشرطة وبيحكي له كل حاجة عارفها وبيطلب منه يديله موافقة على تفتيش الغابة، لكنه بيرفض وبيقول له ما يتدخلش في حاجة ما تخصوش لأن دي مش قضيته. وعند أنجانا في الوقت ده بتلاحظ إن جثة كارسي بدأت تتعفن، وبتتصدم لما بتشوف الحشرات متجمعة عليه وبتصرخ بصوت عالي، وبيسمعها المفتش سليم في الوقت ده وبيحاول يكسر الحجارة اللي فاصلة ما بينهم علشان يدخل لها. وعند رجا بيكون مستغرب إزاي فريدي قدر يستدرج مساعدين جرس للغابة في أعياد ميلادهم، وبيشك إن في حد من المدينة هو اللي ساعده. ولما بيسأل رانفير بيعرفه إن هو اللي عمل كده، وإنه قدر يتواصل مع فريدي بعد 15 سنة من اختفائه وساعده في إنه ينتقم ويحقق العدالة. وبعد ما بيعرف رجا من رانفير المكان اللي فريدي فيه بيقرر يروح لهناك لوحده من غير ما يعرف مدير اسم الشرطة. وفي نفس الوقت ده بيقدر المفتش سليم يدخل للمكان اللي أنجانا فيه، لكن وقتها فريدي بينزل يهاجمهم وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بتقدر أنجانا تخرج، وبعد كده بيقدر المفتش يضرب فريدي على دماغه، وبيدلق سولار موجود في المكان على الأرض وبيرمي ولعته وبيخرج من المكان. وأول ما رجا بيشوفه بيساعده هو وأنجانا وبيرجعوا هما التلاتة مع بعض للمدينة. وبعد سنة من الأحداث دي بنشوف والد كارسي وهو قاعد بيعيط عن الكهف على موت ابنه، ووقتها بيظهر فريدي اللي بيكون جسمه كله متشوه وبيرمي حبل على رقبته وبيخلص عليه وهو بيضحك لأنه أخيرا كمل انتقامه. وبنتعلم من الفيلم ده إن خطأ واحد بس بيجر سلسلة كبيرة من الأخطاء ورا بعض علشان الانتقام. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.